هرمون التستوستيرون هو مسؤول تقريبا عن كل حاجه في جسمك كراجل، وكمان لو انت لاعب كمال اجسام او شخص بتروح الجيم وبتتمرن وعايز تبني عضلات، فهو العامل الاساسي والهرمون الاساسي المسؤول عن بناء العضلات. فلو انت عندك نقص في الهرمون دوت فبالتالي مش هتقدر توصل لهدفك اللي هو ان انت تبني عضلات. فالنهارده هنتكلم عن اهم علامات نقص هرمون التستوستيرون. اول حاجه وهي زياده الوزن. هرمون التستوستيرون محفز جدا لحاجه اسمها الساتلايت سيلز او خلايا الساتلايت. طيب خلايا الساتلايت دي بتعمل ايه؟ خلايا الساتلايت ديت بتحد من تكوين وتخزين الدهون في جسمك. تاني حاجه ان هو بيساعدك على حرق الدهون، وحرق الدهون دوت عكس هرمون الاستروجين. فمعنى كده ان انت طول ما انت بتدخل دهون لجسمك فانت الهرمون التستوستيرون بيساعدك ان انت تكون بتحرق الدهون ديت. فلو انت جسمك فيه وزن زياده او ان انت شخص اوفر ويت او مليان شويه، فمعنى كده ان انت هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه هو اللي نسبته اعلى من هرمون التستوستيرون. فنقدر نستنتج من هنا ان هرمون التستوستيرون هو المسؤول عن توزيع الدهون في جسمك. تاني حاجه ضعف العظم. لو انت شخص عظمك بيوجعك باستمرار، او لو انت رحت للدكتور وعرفت ان انت عندك هشاشه عظام، فاعرف على طول ان هشاشه العظام من ضمن الحاجات الجانبيه او الاثار الجانبيه اللي بتترتب على نقص هرمون التستوستيرون في جسمك. تالت حاجة ظهور التسدي عند الرجال. التسدي عند الرجال أو الجاينو وهو بيكون بسبب أساسي إن هرمون الأستروجين اللي هو هرمون الأنوثة نسبته أعلى من هرمون التستوستيرون في جسمك. طيب الموضوع ده بيتكون ازاي؟ الشخص العادي لما بيوصل لمرحله ان هو بيدخل كميه دهون زياده جدا لجسمه وبياكل كميه اكل كبيره جدا، فهرمون التستوستيرون اللي في جسمه اللي هو هرمون الذكوره بيبدا يتحول بالتدريج لهرمون استروجين اللي هو هرمون الانوثه. فمع الوقت هرمون الاستروجين دوت بكميه كبيره في جسمك بيبدا يزود من هرمون البرولاكتين في جسمك. فالبرولاكتين لما تكون نسبته زياده في جسمك دوت بيبدا يكبر الغده اللبنيه. فمعنى كده ان انت هرمون الاستروجين نسبته عاليه، برولاكتين عالي، فبالتالي الغده اللبنيه هتبدا تكبر بسبب الهرمون دوت ان هو نسبته مش متظبطه في جسمك، او ان هرمون التستوستيرون في جسمك اللي هو الهرمون المسؤول عن توزيع الدهون مش موجود او مش شغال كويس. رابع حاجه خفه الشعر. خفه الشعر مش معنى ان انت تكون اقرع تماما، هنيجي للنقطه ديت كمان شويه، لكن خفه الشعر ان انت مثلا تكون ما عندكش دقن، او ان انت مثلا ما عندكش شعر في ايدك او في رجلك او الحاجات دي بتكون بسبب ان هرمون التستوستيرون انت متورثه من عيلتك مثلا مش احسن حاجه، او ان هو نسبته قليله، انت متورثها نسبته قليله. فديت من ضمن الحاجات اللي تعرفك ان هرمون التستوستيرون نسبته مش عاليه قوي عندك. ولكن الموضوع ده بيشتغل بالعكس، وهو ان لو هرمون التستوستيرون نسبته زياده جدا عن جسمك دوت بيسبب حاجات زي الصلع وتساقط الشعر اللي هو الزياده او الاوفر، بسبب ان هرمون التستوستيرون زياده جدا. فهو المفروض ان هو يبقى بالانسد في النص، المفروض يبقى متوازن عشان جسمك يكون شغال تمام، او يعني شعرك يكون مظبوط وما فيهوش اي مشاكل. خامس حاجه ضعف العضلات. هرمون التستوستيرون بيزود من تخليق البروتين في جسمك. فمعنى كده ان انت عندك بروتين في جسمك زياده هتبدا ان انت تكون عضلات، بجانب ان هو كمان بيزود القوه البدنيه. فمعنى ان انت عضلاتك ضعيفه او ان انت ما عندكش عضلات اصلا، مش فكره ان انت يكون شكل عضلات ان انت يعني تكون بودي بيلدينج كشكل، لا، ممكن تكون عضلاتك بس كضعيفه، او ان انت مش بتقدر تشيل حاجات مثلا تقيله، او حركتك صعبه وبتاع مش عارف ايه. فحاجات زي كده ديت تعرفك ان هرمون التستوستيرون نسبته قليله في جسمك. سادس حاجه انخفاض الرغبه الجنسيه. معنى ان انت مش منجذب للجنس الاخر او للبنات للناس عموما، معنى كده ان هرمون التستوستيرون نسبته قليله في جسمك، او يعني ان الدنيا مش شغاله صح. المفروض الراجل بيبقى منجذب شويه او عنده رغبه جنسيه من ناحيه الستات او من ناحيه البنات. فمعنى ان انت ما عندكش الرغبه دي ان انت في حاجه مش مظبوطه في جسمك. سابع حاجه اضطراب النوم. لو انت ما بتعرفش تنام كويس بالليل، او مثلا لو انت حاولت تنام بدري شويه وفضلت قاعد على السرير كتير جدا ومش جايلك نوم، او بتصحى كتير في نص الليل من غير اي سبب او من غير اي مبرر، فالاضطراب بتاع النوم دوت بيكون بسبب نقص هرمون التستوستيرون. ومعنى ان انت مش بتنام كويس او بتنام عدد ساعات قليل، فدوت هيخليك تعبان وما عندكش طاقه طول اليوم. تامن حاجه تقلب المزاج والاكتئاب. لما تلاقي نفسك طول الوقت مقريف كده، او حاسس ان انت مش طايق نفسك ودماغك متكلفته كده ومش عارف تعمل ايه، او يومك متكسر والدنيا بايظه معاك، حاسس ان انت مكتئب وزعلان طول اليوم، اعرف ان ديت من الحاجات المهمه جدا من علامات نقص هرمون التستوستيرون. طيب ايه اللي بيخلي النقطه دي تشتغل بالذات؟ هرمون التستوستيرون عنده علاقه عكسيه مع هرمون الكورتيزول، بمعنى هرمون التستوستيرون يكون فوق، هرمون الكورتيزول يكون تحت.
هرمون الكورتيزول يعلى بسبب ان هرمون التستوستيرون ينزل. فانت هرمون التستوستيرون لما يكون قليل الكورتيزول عالي يبقى عندك توتر وقلق واكتئاب وتخش في مشاكل ودوامات كبيره جدا. دي كده كانت كل حاجه عن فيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل ما انزل فيديو جديد. ولو حابين ان انا ادربكم وتوصلوا لاحسن شكل في حياتكم قبل ما الصيف يخش علينا ابعتوا لي رساله على الانستجرام او الفيسبوك او رقم الواتساب، هتلاقوا كل التفاصيل ديت مكتوبه تحت. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.